حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحبتي في الله، من منا خالي من الهموم والمشاكل والضيق، ضيق الصدر والحزن والغم؟ هكذا حال الدنيا. هكذا الدنيا ليست دار تكريم لأحد، بل هي دار شقاء وعناء وتعب. وشرح الصدر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. سألها نبي الله موسى فقال رب اشرح لي صدري، وأعطاها الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلا مسألة، فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك. الدنيا والإنسان خلق في تعب، لقوله سبحانه لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال سبحانه ألف لام راء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه طبيعة الدنيا، وهذه هي الحياة، وهذا الإنسان يعيش فيها في كبد ومشقة، لقوله سبحانه لآدم عليه السلام فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فمعلوم أن الحياة فيها شقاء وفيها غم وفيها هم. لذلك لما سئل الإمام أحمد رضي الله عنه متى يستريح المؤمن، قال لا يستريح إلا عند دخوله الجنة. لا يستريح، يظل في الدنيا في تكاليف وفي مشقة وفي بحث عن رزق وفي مكابدة المشاكل وتعب الأولاد وتعب مشاكل الزوجية وكل هذا والعمل ومشاكل الحياة. فلن يستريح المؤمن إلا في الجنة، لقوله تعالى لا يمسهم فيها نصب، تعب ولا هم ولا غم. وسئل الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه متى يجد المسلم الراحة والفراغ، قال لا يجدها إلا تحت شجرة طوبى في الجنة. لا يجد الراحة ولا الفراغ إلا في الجنة تحت شجرة طوبى. لذلك الهموم لا تنقضي ولا تنتهي، فالإنسان يعيش في الحياة بين عطاء وبين منع. هكذا حال الدنيا. لذلك نتعلم بعضا من الأشياء التي تساعدنا على التغلب على الغم والهم والقلق. لا يقضي عليها بالكلية، ولكن يخفف هذا الأمر. أولها أخي الحبيب أن تنظر إلى الهم. ما هو همك؟ هل هو هم مال، هم أولاد، هم عمل، هم أي شيء من أمور الدنيا؟ إذا نظر الإنسان إلى ذلك فجعل همه هما واحدا، جعل همومه هما واحدا، جعل همه الآخرة، تتغير حياته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال من كانت الدنيا همه
ومن كانت الآخرة همه. فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اللي الدنيا همه يتفرق الشمل والفقر بين عينيه مهما يؤتى من مال، ولن يأخذ من الدنيا إلا ما قدر له نصيبه ورزقه. ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الذي يجعل همه الآخرة يجمع الله له شمله، يصلح جميع حياته ويجعل غناه في قلبه. هذا هو المؤمن، يرضى ويقنع. أغنى الناس من يرضى ويقنع ويجعل الآخرة هو الهم الأول، يجعل الجنة هو الهدف، ويجعل الفردوس الأعلى نصب عينيه، وينظر إلى النار فيفر منها، هذا هو الهم. وينظر إلى أولاده فيعلمهم دينهم، هذا هو الهم. وينظر إلى زوجته فيمسكها بدينها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هو ده الهم. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالهم ينبغي أن يكون هم الدين، وهم الآخرة هو الذي ينبغي أن يضعه المسلم نصب عينيه. ولذلك كانت نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا كأنه راكب مسافر فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا وما للدنيا ومالي، إن مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم رحل وتركها. هذه الدنيا في نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب مسافر جلس تحت شجرة ساعة ثم سافر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الدنيا كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فنظرتك إلى الدنيا يجب أن تكون هكذا، أنك لست معمرا فيها ولست مخلدا فيها، وأنها ليست بالنسبة لك دار نعيم، بل هي ممر وليست مستقر. فإذا نظرت إلى ذلك استرحت ولم يأتي الهم والقلق إلى قلبك أبدا. لذلك أيضا من الأمور، إذا أول شيء لعلاج الهم النظر إلى الدنيا وجعل الآخرة هي الهدف ومعرفة الدنيا على حقيقتها. ثانيا أن تتسلح بالإيمان والعمل الصالح. المؤمن العامل للعمل الصالح لن يقلق ولن يصاب بنكد ولا غم ولا هم ولا حزن، لأنه متصل بربه سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربنا سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ليؤمن بالله بيستريح، والقلب بين يدي الله سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء. وقلوب العباد بين يدي الله بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فالقلب بيد ربك. من يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول سبحانه وتعالى مبينا أنه من آمن بالله وعمل صالحا، مبينا ربنا سبحانه: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالعمل الصالح والإيمان يجعل القلب في راحة وانشراح. لذلك أيضا من الأمور التي تعالج هذا الهم والغم كما قلنا: أولا النظر إلى الدنيا وجعل الآخرة هي الهم. ثانيا التسلح بالإيمان والعمل الصالح. ثالثا
أن ترضى بما قسم الله لك. الرضا، نعمة الرضا هذه تريح القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لهو خير. هذا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. جميع المشاكل والهموم تأتي من عدم الرضا وعدم الصبر والغضب، كثرة الغضب. فالمؤمن بين عطاء ومنع، فإن أعطي رضي وشكر ربه، وإذا منع منه صبر فكان خيرا له. لذلك يصف الله سبحانه جماعة غير المسلمين، فقال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلين ليست فيهم هذه الصفة، ليست فيهم هذه الصفة. إذا مسهم الشر ليسوا بجزوع. المؤمن ليس بجزوع، لا يجزع ولا يسخط، وإنما صفة غير المصلين، غير المؤمنين. إلا المصلين ليست فيهم هذا. المؤمن راضي بقضاء الله، فإذا رضي بقضاء الله استراح. لذلك صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم حزن وبكى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إلا ما يرضي ربنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيعلمك هذا، ويصاب صلى الله عليه وسلم بهذا المصاب ليعلمك كيف يتصرف، فهو مثلك يعطيه ربه ويأخذ منه. فيعلمك بالتعليم العملي كيف يقول عندما يصاب بأمر صلى الله عليه وسلم. وقس على هذا كل المصائب صغيرها وكبيرها. عندما تحزن على فقدان مال أو فقدان عزيز أو فقدان أي شيء، عمل أو أي شيء، يقول الإنسان: لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقال عند كل مصاب صغيره أو كبيره. وأيضا من العلاج الذي يغفل عنه الناس لعلاج الهم والقلق والحزن علاج الاستغفار. هذا الباب العظيم الذي نسيه كثير من الناس. الاستغفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولزم أي داوم عليه، جعله منهج حياة. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم، وهمومنا كثيرة، ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ويؤيد ذلك قول الحق سبحانه وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام لما دعا قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كل هذا من الاستغفار. إنه كان غفارا يغفر الذنوب. أول شيء مغفرة الذنوب. يرسل السماء عليكم مدرارا، الماء الذي به الحياة، ويمددكم بأموال وبنين. ما هذه هي الدنيا، وهذا عطاء الدنيا، مال وبنين، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون، هكذا قال الله: زينة الحياة الدنيا. إذن يعطيك زينة الحياة الدنيا بكثرة الاستغفار. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لذلك ذهب أحد الناس إلى أحد الصالحين، أظنه الحسن البصري، فسأله فقال: إني أرجو من ربي أن يرزقني الولد. فقال له: استغفر الله. ثم انصرف. وبعد كم يوم جاءه رجل يريد دعاء أو علاجا، لأن الزرع عنده كاد أن يموت عطشا لقلة المطر.
فقال له عليك بالاستغفار، استغفر الله. وجاء رجل يشكو أنه لا ينجب له، فقال له استغفر الله. فبعض الحاضرين لاحظ من تكرار الضيوف أو السائلين على عدة أيام أن الإجابة واحدة على أسئلة مختلفة أو على مطالب شتى. واحد يطلب رزق، واحد يطلب الأولاد، واحد عنده فقر في التجارة. فقال له أنا لا أقول هذا من تلقاء نفسي، ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن سلاح الاستغفار سلاح عظيم نسيه كثير من الناس، غفل عنه كثير من الناس. أن تستغفر ربك صباحا ومساء بذنب وبلا ذنب، لا تظن نفسك يعني خالي من الذنوب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم أكثر من 100 مرة، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد استغفر الله العظيم أكثر من 100 أو أكثر من 70 مرة. إذن أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا هذا؟ فلزوم الاستغفار أمر عظيم يدفع الهم والغم. بعد ذلك من العلاجات لعلاج القلق والهم والغم الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية التي تكشف الغم والهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي. فقال صلى الله عليه وسلم من قالها كشف الله عنه همه وأبدله مكانه فرحا. الذي يعمل هذا يزيح الله همومه ويضع في قلبه الفرح وفي غمه وفي ضيقه الفرج، فهو سبحانه بيده مقاليد الأمور، وهو سبحانه الذي يغير ولا يتغير، يغير من حال إلى حال. لذلك أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجل يسمى أبا أمامة في غير وقت صلاة، فقال له النبي ما لي أراك يا أبا أمامة في غير وقت صلاة؟ فقال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال ألا أدلك على شيء لو فعلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وكان النبي في الأحاديث الصحيحة كان يقول هذا بنفسه ويلازم عليه صلى الله عليه وسلم ثم يعلمه للصحابة. فكان يقول ذلك يستعيذ بالله من الهم والحزن. الإنسان كما يستعيذ بالله من الشيطان يستعيذ بالله من كل ما هو يضره، يستعيذ بالله من كل شيء من الغم والهم والحزن والديون وغلبة الدين وقهر الناس. كل هذا تلجأ فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه القوي إذا لجأت إليه أجابك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. دعاه يونس فأذهب الله غمه، يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت في ظلمات الليل والبطن الحوت والبحر، وكما قال بعض المفسرين مكث 40 يوما في بطن الحوت، والأمور مختلف فيها، لكن ظن في بطن الحوت أنه سيهلك، وفي هذا الضيق والظلام
لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى فرجا لكل مغموم إذا دعا به نجاه الله. فقال عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نجاه من أي شيء؟ من الغم. تخيل إنسان محبوس، ليس في حبس كحبس الدنيا يأكل ويشرب ويتحرك، بل محبوس كأنه جنين في بطن أمه. بل إن الجنين في بطن الأم لا يكن له هذا الإدراك الذي نعيشه نحن، ولا يشعر بضيق لأنه مكانه الأصلي. لكن هذا إنسان موضوع في بطن حوت لا يستطيع أن يتحرك فيه أياما، وأثر هذا على جسده. فتخيل هذا الحبس الذي أصابه بالغم، فلما لجأ إلى الله بهذا الدعاء لم يقل ربك فنجيناه من بطن الحوت، لا، نجيناه من الغم. فقد يكون الإنسان كالذي يكون في قارب أو يكون في غواصة في تحت الأرض، لكن بالنسبة له عايش، لكن هذا مسجون في بطن الحوت بهذه الطريقة التي يكابد فيها الألم والغم والحزن، ولا يدري ما يفعل به ولا ما ينتظره. لا هو يموت فيستريح، ولا هو يخرج إلى البر فيستريح، لا يعرف مصيره. فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى معترفا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال عز وجل: فاستجبنا له. والفاء هنا تعقيبية، مجرد ما قالها جاءت الاستجابة من الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي مثل ذلك ينجي الله من قالها ويكون في ضيق وحزن وغم، ويكون عنده الإيمان والرصيد عند الرحمن سبحانه وتعالى ليستجيب له. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يهبكم من فضله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيضا أحبتي الكرام، من الأمور التي تعالج الغم كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور المسلم بها من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله يخاطب أهل الإيمان بالصلاة على النبي، لأن الصلاة على النبي أيضا تفريج للكروب. في بعض الأحاديث آخرها يقول النبي بعد ما أحد الصحابة يقول: أجعل يعني لك من صلاتي الثلث أو نصفها إلى آخره، فيقول النبي: إذن يكفيك الله همك. في آخر الحديث لما يقول: أصلاتي كلها أجعلها لك، فقال: إذن يكفيك الله همك. يعني كثرة الصلاة على النبي تذهب الهم. إذا أكثرت من الصلاة والاستغفار في اليوم كثيرا على النبي يذهب الله عنك الهم. فهذه يا إخواني علاج أو علاجات، فاختر منها ما شئت، ويا حبذا لو أخذتها كلها ولتتذكرها ونعيدها